السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ أبو عبد الله، إحنا من مخيم معتقلين الأحرار. نشكرك على مادة هالخبز اللي تقدم لنا إياها بشهر رمضان، والله يوفقك ويجعل بميزان حسناتك ويجعل رمضان مبارك عليك يا رب. إنسان يعبد الله تبارك وتعالى ويعمل الصالحات ويبتعد عن الحرام لأجل أن يوفق في الدنيا لا بأس، لكن هذا فعل الكفار ويأخذه في الدنيا، يأخذه في الدنيا. إذا سوى شيء زين في الدنيا يأخذه. الله سبحانه وتعالى ما يظلم أحدا. عدي بن حاتم الطائي، حاتم الطائي معروف، نعم، الكريم من كرماء العرب، أو ولده عدي صحابي. أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله، قد علمت ما كان من أبي، يعني من الكرم، وأبوه كان نصراني. قال: علمت ما كان من أبي، هل ينفعه ذلك يوم الدين؟ قال: إن أباك أراد شيئا وناله. يحصل في الدنيا. إلى اليوم الناس تتكلم في كرم حاتم الطائي. وأي إنسان يفعل خيرا في هذه الدنيا في الغالب يأخذه في الدنيا. لكن نحن كمسلمين لا نريد الدنيا فقط، نريد الدنيا والآخرة.